السلام عليكم، كيفكم بنات؟ إن شاء الله طيبين. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. بمناسبة العيد إن شاء الله حبيت أسوي لكم فيديو عن عنايتي ليلة العيد وأهم الأشياء اللي أستخدمها. إذا كنتي مهتمة تابعي الفيديو للنهاية، إن شاء الله حتنبسطي وتستفيدي من الأشياء اللي راح أذكرها. أول شيء في الشاور طبعا الشعر، أحب أستخدم الشامبو هذا ونفس الشيء البلسم من نفس الماركة، ذكرتهم قبل في فيديو عن عنايتي بشعري. راح أحط لكم إياه إن شاء الله في صندوق الوصف حتى تشوفون عنايتي بشعري وتستفيدون منها. كمان ليلة العيد أنا ما أحب أحط زيوت يعني كثير، أحب أكتفي خلاص بس بالبلسم. الأسبوع اللي يكون قبل العيد أحب أحط زيوت لشعري وأهتم فيه مرتين ممكن في الأسبوع إلى 3 مرات فقط، علشان ليلة العيد ما يدهن الشعر أو مثلا تطلع ريحة زيت أو شيء زي كذا، فخلاص أكتفي بالماسكات والبلسم. والحين ننتقل للجسم. أحب أستخدم مقشر رب من لاش، اشتريته قبل فترة ومرة حبيته، ذكرته في مشترياتي من قبل. مرة يجنن، ينظف الجسم من قلب. له طريقتين استخدام، ممكن بشرة جافة أو رطبة، تاخذين منه شوي على بشرتك إذا كانت جافة وتسوين صنفرة، أو إذا كانت رطبة فيها موية شوي بس الحبيبات تذوب مع الموية، فالأفضل تستخدمينه على بشرة جافة. راح يصنفر الجسم ويشيل القشور وريحته مرة حلوة ومرة ينعم الجسم، بيخليه كذا يلمع وتحسينه نظيف يعني. بس لا تتحمسين مع الصنفرة شوي إذا كانت بشرتك جافة، لأنه ممكن يخدشها، الحبيبات شوي خشنة، بس يجنن ومرة حلو. والصنفرة زي ما قلت ممكن تخدش بشرتك إذا كانت حساسة، فشوي شوي على البشرة، بس راح تلاحظين بشرتك كذا تلمع وما فيها قشور ومرة نظيفة. أنصحكم فيه، كمان ريحته مرة حلوة، راح تحبينه من جد. بعد الصنفرة وهذه الأشياء كلها استخدمي غسول الجسم اللي أنت تحبينه. أنا أستخدم الصابون الأفريقي السائل، توي بدأت فيه. إذا عجبني إن شاء الله وشفت نتائج حلوة واستفدت منه راح أتكلم عنه بعدين في فيديو ثاني. وكمان أحب أستخدم ديتول للبشرة الحساسة، مرة أحب ريحته منعشة ومرة حلو ولطيف على الجسم. أهم خطوة بعد كل اللي سويناه الترطيب، مرة مهم يا بنات، لازم ترطبين بشرتك مرة كويس، لأن إذا ما رطبتيها ما راح تستفيدين من أي شيء سويتيه قبل. أحب أستخدم زيت الجليسرين للبشرة، يرطب من قلب والبشرة تمتص بسرعة، بس لازم بعد الشاور بسرعة وجسمك لسه فيه رطوبة حتى يسهل مده على الجسم، لأنه ثقيل شوي بس راح تشوفين ترطيب يجنن وراح يجلس معاكي ثاني يوم. كمان أحب أستخدم زيت فيتامين إي للأماكن اللي شوي تكون خشنة أو فيها تصبغات، مثلا مفاصل اليدين، مفاصل الرجول، الركب، الأكواع، أحب أحط عليها زيت فيتامين إي لأنه مرة حلو ومفيد للبشرة. بعد كذا عطري جسمك بالعطر اللي انت تحبينه، طبعا لازم تكون عطور للجسم. أنا أستخدم كول أند برايت من فيكتوريا سيكريت، وذكرت قبل فيديو مرة أحبه، ريحته مرة منعشة. بعد كذا أحب أستخدم دهن المسك الأبيض لتعطير الجسم، أحطه على أماكن النبض وثنيات الجسم، مرة ريحته حلوة وثابتة ومن سنين وأنا أستخدمه. قبل كنت أستخدم حق العربية للعود بس عبد الصمد مرة حلو. من بودرات الجسم اللي أحبها بودرة دهن العود، من أجمل، ريحتها بالضبط عود ومرة ثابتة وفواحة، وسعرها مرة مناسب بحدود 15 ريال، أنصحكم فيها يا بنات. كمان من البودرات اللي أحبها للجسم بودرة فرانك أوليفر، تكلمت عنها قبل في المدونة بس حابة أذكر لكم إياها بالفيديو. البودرة ريحتها مرة حلوة، ريحتها عطور فرنسية، والبودرة هذه متوارثة في العائلة، خالاتي، أمي، أختي كلهم يحبونها. ريحتها زي ما قلت لكم تجنن، خصوصا إذا حطيتيها على جسمك وبعدين تعطرتي بأي عطر تحبينه، ريحتك بتطلع تجنن، صدقيني مرة راح تحبينها، أنصحكم فيها يا بنات. سعرها شوي أغلى من اللي قبل بس مو مشكلة، ما شاء الله يعني الكمية اللي فيها مرة كثيرة راح تقعد عندك، وزي ما قلت لكم بنات أنصحكم فيها، أكيد راح تحبونها. والحين ننتقل للوجه. أحب أستخدم الغسول هذا بعسل المانوكا وفيتامين سي، ذكرته قبل في فيديو، أحبه مرة لأنه ما يجفف البشرة ويخليها على طبيعتها.
كمان أحب أستخدم سكراب من ماركة جيوفاني من آي هيرب، ذكرته قبل كمان بفيديو، بس مرة أحبه لأنه ما ينشف البشرة أبدا. السكراب تحسين فيه شوي كأنه زيتي، فإذا صنفرتي بشرتك فيه أبدا ما راح تجف، بالعكس راح تكون رطبة ومرة حلوة. والحين فقرة الدلع والماسكات. دلعي نفسك قد ما تقدرين ليلة العيد لأنه كله راح يبان عليكي. أحب أستخدم ماسكات كازامارا، أخذها من نزيه بوقت التخفيض، وذكرت إني أحبها في فيديو الماسكات حقي. راح أحط لكم إياه إن شاء الله بالديسكريبشن بوكس أو بصندوق الوصف. كمان أحب أستخدم ماسك للرجل، فوت ماسك. حلو الماسك هذا، يعني ما في شيء مميز بس يرطب الرجل ودلعي نفسك يعني زي ما قلت لك. كمان أحب أستخدم ماسكات للعين قد ما أقدر. أحب ماسكات سيفورا بس زي ما قلت وقتية، يعني بس دلع واسترخاء. وكمان ماسك للعين من آي هيرب، هذا الماسك مرة حلو، كذا يجي قطع تحطينها تحت العين راح تبرد تحت عينك وراح تنبسطين عليها استرخاء لآخر درجة. كمان أحب أستخدم ماسكات الشفايف من سيفورا، يعني دلع زي ما قلت لكم، دلعي نفسك قد ما تقدرين. حلوة الماسكات حقت الشفايف، ترطب الشفايف ومرة تطلع حلوة مع الأرواج المات، حتى ما تطلع قشور أو شي زي كذا. كمان في نقطة نسيت أذكرها، أني أنا أحب أحط سكراب الشفايف من لاش بس نسيت أحطه. مرة مهم تسوين سكراب لشفايفك حتى ما تتقشر مع الأرواج المات. كمان أحب أستخدم ماسك هذا من جيوفاني، ذكرته قبل في سناب شات، مرة أحبه. إذا حطيتيه يتغلغل كذا في وسط البشرة وينظف لك البشرة من قلب، ويعقمها وتحسين كذا بشرتك ناعمة ونظيفة، مرة حلو، ويبرد البشرة. يعني إذا كانت بشرتك حارة وكذا راح تحسين ببرودة أول ما تحطينه. وأهم شيء بالفيديو بيجامة العيد، لازم أعيد ببيجامة جديدة، أهم من اللبس حتى. أجهز بيجامتي وأعطرها بالعطر اللي أحبه، بس أهم شيء يكون هادي حتى أنام وأنا مبسوطة ومسترخية، وتوتر ليلة العيد كله يروح. وفي نهاية الفيديو أتمنى يكون أعجبكم استفدتوا منه. أقولكم مرة ثانية كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك وسعيد بإذن الله. لا تنسون اللايك وادعموني بالاشتراك بالقناة، اكتبوا لي تعليقاتكم، مرة راح أكون مبسوطة. أضيفوني على سناب شات وإنستغرام، وإن شاء الله راح أسوي لكم جزء ثاني تكملة لتجهيزاتي ليلة العيد. خليكم قريبين.